الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن سعيدين جدا جدا بافتتاح بنك النيلين فرع أبو ظبي دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نطل يعني من هذه البوابة الاقتصادية الهامة بالنسبة للسودان وللاقتصاد وتنمية الاقتصاد والموارد والتصدير. فمعنا قطب من أقطاب بنك النيلين ورجل خبير في البنوك، راجل يعني لا يشق له غبار في هذا المجال الواسع المجال الكبير. السيد عضو مجلس الإدارة محمد حسنين خير، ونحن دايرين نشوف الرؤية الجديدة أو البوليسي الجديد بالنسبة لبنك النيلين في التطور. واحد، اثنين، دايرين نعرف انه ما مدى الفروع، يعني هل اجيزت فروع في مدينه العين، دبي، الامارات الشماليه وكذا. فتفضل سعادتك ان شاء الله لكلمات الصفات تدلي بها لنا ونحن هنا جاليه سودانيه بمدينه العين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن مجلس إدارة بنك النيلين وبالإنابة عن الإدارة التنفيذية، نتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير للجالية التي لها بصمات واضحة منذ الأزل أو منذ تكوين دولة الإمارات، وبتقوم بأدوار ملموسة ومحسوسة لكل السودانيين في دول المهجر. نحن في بنك النيلين هنا يعني الطموح ليس له حدود، وبالنسبة للفرع بتاع أبو ظبي هنا ده يعني الخطط اللي احنا شغالين عليها انه لازم احنا يكون عندنا تواجد في المدن الكبيرة زي دبي، زي العين، زي الشارقة، ويكون عندنا تواجد ايفن في المناطق الأخرى. والافتتاح بتاع المبنى ده ما هو إلا ضربة البداية، أوكي، وعايزين نستقطب كل السودانيين والجنسيات الأخرى والإماراتيين. يعني عايزين الفرع ده يكون له دور فعال جدا يقدر يلعبه، وفي الوقت الحالي بيلعب دور مهم جدا جدا في دعم الاقتصاد السوداني وفي السلع الاستراتيجية بالذات، إن كانت وقود أو كانت أدوية أو كانت مواد غذائية. وده الدور المناط به، وهو النافذة الوحيدة المطلة من خارج السودان. ومن ضمن الخطط بتاعتنا انه احنا يعني البنك برضه يحاول يعني يبني شبكة من المراسلين داخل دولة الامارات وفي دول منطقة الخليج التعاوني وفي الشرق الاوسط وفي اوروبا وفي القارتين. وبناء الشبكة طبعا بيساعد السودان بصورة عامة في تصدير واستيراد أشياء كثيرة جدا، والآمال معقودة بصورة كبيرة جدا على الفرع ده عشان ما يؤدي أشياء كثيرة. وأعتقد أنه إحنا في الاتجاه السليم، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع. من الله تحقيق كل ما تصبو إليه وتصبو إليه إدارة البنك، ويعني كل السودان مالية واقتصادا وازدهارا وتجارة. إن شاء الله ربنا يحقق الأماني، ونحن معكم سائرون خطوة بخطوة إلى أن تبلغوا المنال إن شاء الله بإذن الله. احنا برضو بنعول على الجالية في الانتشار وفي الدعم وفي استقطاب العملاء واستقطاب الأفراد، ونحن متفائلين خير بأنه الناس أي حاجة ممكن تخطط لها وممكن تقدر تنجزها، والعائد في النهاية بيعود لوطننا. وإن شاء الله ربنا يسهل الأمور كلها ونقدر نبني وطن متعافي، وطن شامخ، وطن ممدود. شكرا لك كثير، جزاك الله خير وباركت، وإن شاء الله ربنا يحقق كل الأماني. نقول كل عام وأنتم بخير، وكل يوم إن شاء الله أنتم في ازدهار وخير. بارك الله فيك. إن شاء الله. شكرا لك كثير. شكرا لك. مع السلامة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نحن اليوم في كنف وفي ضيافة بنك النيلين
الجديد، ونسأل الله إنه يكون قدم خير وزي ما بيقولوا انفتاح لكل البوابات الاقتصادية العالمية من هنا، ونبدأ إن شاء الله. ومعيتنا في حضرة هذا المقام الكبير البروفيسور خوجلي عبد الرحمن، فإنه ينورنا عن الأهداف والانفتاح للجديد للبنك والخطط القادمة إن شاء الله للبنك النيلين فرع أبو ظبي، وهو زي ما بيقولوا شيخ البنوك. فمع خبرتك المتراكمة الكبيرة كلمات مضيئات إن شاء الله نسمع من الخبير الاقتصادي وخبير البنوك البروفيسور خوجلي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الفرع يعني يعتبر طبعا واحد من 38 فرع في السودان بمكنيلين، لكن طبعا ده يعني هذا الفرع انا طبعا تشرفت بان انا اكون حاضر افتتاحه سنه 74 مناسبه. ما شاء الله. يعني حاجه سهله يعني دلوقتي كم 40 سنه مش كده؟ 45 سنه اليوم. والحمد لله طبعا هسه اصبح طبعا يمكن البنك الوحيد اللي هو احنا نعتبره باك بون لكل البنوك في السودان، العمود الفقري اليوم يعني بالذات يعني قبل الحرب وبعد الحرب. يعني هذا الفرع اصبح هو طبعا العمود الفقري كويس، او يعني الشريان النابض لكل البنوك الموجوده في السودان هناك كويس. والحمد لله طبعا يعني هذا الفرع متقدم يعني بصوره كبيره جدا جدا، ووفر طبعا حسب جميع السلع الاستراتيجيه اللي بتجي السودان دي هذا البنك هو بيتكفل يعني بتمويله يعني ما شاء الله عليه كويس. فالبنك طبعا يعني ما بقول لك طبعا يعني هو مغالب بالفروع اللي هناك يعني، لكن هو طبعا مغالب بالفروع. طبعا البنك الوحيد في السودان اللي عنده فرع خارج السودان هو بنك النيلين كويس، ده الوحيد يعني ما في بنك ثاني في السودان عنده فرع خارج السودان يعني ممكن تعتبر اوف شور بنك يعني بالنسبه لبنك النيلين يعني. ووفر طبعا يعني تمويل لعدد كبير جدا جدا من الشركات والزبائن المستوردين والمصدرين يعني كويس. والحمد لله طبعا ماشي في تقدم كبير جدا جدا هذا البنك يعني هذا الفرع يعني. والواسطه طبعا احنا طبعا بنك ما بنك حكومي طبعا مش كده؟ نعم. هو بنك حكومي، وطبعا الدوله ذات تدعم كثير جدا هذا الفرع بالذات او هذا البنك يعني. ما شاء الله عليهم طبعا يعني ماشي بسرعه كويسه جدا جدا، وبعدين متقدم، وبعدين بيسجل طبعا ارباح يعني متتاليه يعني بالذات في العشر شهور الاخيره دي يعني يمكن كنا ارباحه بلغت اكثر من 100 مليون درهم بس في العشر شهور الاخيره دي. والحمد لله يعني ولسه يعني ماشيين في تقدم يعني. واصلا احنا ان شاء الله عندنا اتجاه انه نفتح فروع ثانيه في يعني بس راجعين بس الموافقه اورمس طبعا هو وافقوا لنا يعني مبدئيا وافقوا يدونا يعني الموافقه عشان نفتح هذا الفروع دي بالذات في دبي، لانه عندنا عدد كبير جدا جدا من الشركات والتجار كلهم بالذات بعد الحرب كلهم نقلوا جو هنا في دبي يعني. حتى انا قابلوني قال لي والله احنا طبعا بنتعب جدا عشان نجي هناك في ابو ظبي، عملوا لنا فروع هنا في دبي. نحن حنعمل فروع في دبي ان شاء الله وفي الشارقه وفي العين عشان نسهل للناس دي. فان شاء الله يعني الامور ماشيه كويسه جدا جدا، والبنك ماشي في تقدم، وهسه ما شاء الله حتى الاستاف بتاعنا ما شاء الله وصل 50 والحمد لله. وعندنا طبعا يعني والله يعني موظفين كلهم يعني اغلبهم طبعا احنا طبعا عينهم داخليه هنا دي يعني ما من السودان ما عندنا عدد كبير، لكن كلهم سودانيين، لكن كلهم من داخل من خارج الموظفين بتاع السودان يعني عينهم هنا في البلد دي. الحمد لله كلهم طبعا يعني موفقين جدا، وذلك هم ذاتهم كمان يعني شطار جدا جدا، واستقطبوا لنا هم ذاتهم يعني عدد كبير من العملاء يعني. انت شفتوا هسه دي في الحفله دي يعني. يعني شفت هسه زي يوسف ده ما شاء الله كان بيقدم الحفله دي يعني 3 شهور مثلا ما شاء الله ما شاء الله عليه يعني. فالحمد لله يعني. نعم حقيقة يعني احنا سعيدين جدا جدا بهذا التنوير الفخم والخطة الحديثة والخطة المليئة بالاقتصاد بالأمل
لكل الطيور المهاجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة إنه زي ما تفضلت بأنه بنك النيلين هو بنك كبير وله فروع كبيرة، وهو حظي بأنه يكون أول فرع له في دولة الإمارات أو خارج السودان. فهذه ميزة يتميز بها بنك النيلين. نعم. ونحن هنا جالية كبيرة لا يستهان بها نعم. في جميع الإمارات. نعم. سبع إمارات نحن هنا جيدين. فالخطوة يعني الشجاعة اللي أنتم اتخذتوها إنه يكون في فروع في الإمارات كده، يعني بتعملوا استقطاب كبير جدا جدا وتسهلوا على كل الناس، خاصة يعني مثلا الليلة مثلا أضرب لك مثلا بمدينة العين مثلا تتص بالسكان وتتص بالموظفين والأطباء ودكاترة في الجامعات، فنحن كلهم الناس دي كان استقطبناهم وخديناهم عندنا وكاستمر وحاجة بالشكل ده، أكيد حنسهل عليهم، وزي ما بيقولوا ما يبقى خيرنا لغيره، يبقى خيرنا لبنكينا وللوطن يعني. ان شاء الله ده دي طالما الخطه بتاعتي انه عنده الخطه زي دي يعني والله اول بس طبعا اخذنا الموافقه المبدئيه يعني. نعم. بس كان طالب مننا حاجه بسيطه كده بس نستوفيها ان شاء الله قريب، حنستوفيها ان شاء الله، وهتتفتح ان شاء الله كلها. ونحن في دورنا برضه بنشيد بالاصطاف يعني الاخوان يعني ما دار اذكر اسماء، لكن اصطاف الاخوان كلهم الموجودين الاسسوا البنك وقام على تاسيسه ويعني وخبراتهم واستقطابهم للناس وطيبة خاطرهم يعني بلاحقوا الناس حتى في مكان عملهم عشان يخدمون وكذا وحاجة بالشكل ده. فهم كل الاصطاف القديم نحن تاج على رؤوسنا، ولولاهم ما كان البنك اليوم أصبح رقم من الأرقام المالية الاقتصادية العالمية. فبرضو انتم طعمتون هسه بشبابنا واولادنا المواليد هنا اللي هم يعني بيعرفوا لغه البلد وبيعرفوا يستقطبوا التجار اللي قاموا معاهم وحاجه بالشكل. فدي خطوه جباره انا بعتبرها، وان شاء الله ربنا يعني يكللنا بالنجاح، ويعني زي ما بقولوا نحن يعني مرآتكم ان شاء الله. نحن الدبلوماسيه الشعبيه ولا خير فينا إن لم نقولها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها. فنحن تعهدنا بأنه الإدارة الجديدة بقيادة المخضرم عن حمد النبو الزهرة الأستاذة الخبيرة نازك مهاجر يعني بابها مفتوح وقلبها مفتوح، وفي أي وقت نحن ما طرقنا أستاذة نازك إلا وكانت بتقول لبيك وشبيك مع اخواننا برضو يعني ما دارس كل اسماء، لكن اخواننا هو لازم يعني يقول لك مثلا الناس طارق وناس محمد عوض ومارس مين الاخوان القدام ديل كلهم احنا ما شفنا منه ونل الخير، وجمال عبد الرازق وكل الاخوان الاستاف القديم. ده بيدل على شيء انه التعاون برضه هناك مع الاداره في السودان. كويس يعني هي البوابه الوحيده للاقتصاد الكبير كما تفضلت في السلع الاستراتيجية بالذات يعني من البترول من القمح من الحاجات الكبيرة خاصة بعد الهجرة الجات يعني هجمت على دولة الإمارات بالذات في مدينة دبي، فنحن بنتمنى من إنه يكون يعني تسرعوا بموضوع الفروع. لا إن شاء الله ده قريب إن شاء الله. طبعا أنا أوريدي شفت الموافقة المبدئية يعني لكن بس طلب منا حاجة نستوفيها إن شاء الله، هنستوفيها قريب إن شاء الله. وطالما طبعا يعني ما حاجة طبعا بدسوها يعني بس نرفع راس مالنا بمبلغ بسيط جدا جدا. ما شوف انا راس المال ده بترفع ترفع شفتها بالخدمات. بالضبط كده يعني بالخدمات. يعني الليله نحن عندنا مننا وفينا الموظفين عندهم قروش بالذات دكاتره بتاع الجامعات بتاع الاساتذه والاطباء عندنا زخم كبير جدا جدا. يعني الناس اخذتين قروشهم من غير وديعه. لما يخطها وديعه في بنك النيلين حشوفنا الودايع في البنوك وشفنا بنك النيلين. ما بنقول البنوك يعني بطاله، لكن وديعتكم مغريه. بالضبط وديعه بنك النيلين مغريه الحقيقه، ودارين الانفتاح اكثر عشان نقدر نستقطب. هل باخذ قروشه في البنك ساي ما اعرف لا وديعه لا عارف ناي خدتها زي ما بقولوا حبوباتنا خدتها في الصحراء، حدارين خدتها في البنك النيلين بتخدم نفسه وبتخدم البنك بتخدم الاقتصاد. بالضبط كده. فنسال الله لكم التوفيق والسداد وربنا يحقق كل الطموحات بنك النيلين، وان شاء الله نزعد كثير في كلمات من الاستاذه نازك مهاجر ان شاء الله. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
وفي نستعين نصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن اليوم سعداء كل السعادة في مكتب السيدة المديرة الأستاذة المخضرمة نازك مهاجر، مديرة فرع بنك النيلين دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة أبو ظبي. واليوم كان عرس لافتتاح للمغر الجديد، وإن شاء الله قدم خير عليهم إن شاء الله. فنطلب من سيادتكم أن تنورونا بالفرع الجديد وبالخطة الجديدة لبنك النيلين، وخاصة أنت تحملين أفكار كثيرة وبديتي فيها بإذن الله تعالى، وإن شاء الله ترى النور عما قريب، ونسمع زي ما بيقولوا سمح الغنى في خشيم سيدو. نسمع من سيادتكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين سيدنا محمد. في البداية بنشكر أخواننا ناس الجالية السودانية بالعين وحبابهم 10 شرفتونا، وإن شاء الله يعني نكون عند حسن ظنكم وحسن ظن كل الإخوة السودانيين في جميع الإمارات المختلفة. بالنسبة لنا نحن الليلة يوم عيد ويوم يعني احتفالية كبيرة بأننا انتقلنا من المقر بتاع البنك القديم لمقرنا الجديد في شارع الكورنيش. يعني دي واحدة من الحاجات الناس الساعية ليها إنها تطور في البيئة بتاعت البنك، ونقدر نجذب كمية من العملاء ومن المودعين، وخاصة الإخوة السودانيين الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن شاء الله الفرع يعني الجديد تيجوا تشوفوه كلكم. فرع يعني أول شيء برح وكبير وواسع، وفيه مجال كبير بتاع يعني الناس كيف تتلاقى وتقدر تقدم لطلباتها للخدمات المختلفة. إن شاء الله كل خدماتنا يعني إذا ما هي نفسها أكتر وإذا ما قلت أزيد، وإن شاء الله ترضى طموح كل الناس. طبعا يعني كل الناس عارفة إنه بنك النيلين بنك النيلين أبو ظبي هو من أول البنوك الخارجية، أو أول بنك سوداني فتح خارج السودان. فهو من 77 شغال في دولة الإمارات، وهسي نحن الحمد لله يعني ماشيين بخطة ثابتة. بدينا في تنظيمنا الداخلي، البيت الداخلي، كملنا كل الإدارات الرقابية والحاجات الطالبة من البنك المركزي، ويعني كل الناس يعني في استعداد تام وعشان تستخدم العملاء بتاعنا الموجودين أصلا والساعين عشان نستقطبهم. برضو بنك النيلين سعى على أساس إنه يزيد القاعدة بتاعت المراسلين الأجانب عشان نقدر يعني الشغل بتاع الفورين تريد، شغل الاستيراد والتصدير، يعني وسعنا علاقاتنا بالمراسلين الخارجيين، فبقت عندنا شبكة بتاعت مراسلين كبيرة. بالإضافة لأنه يعني اشتغلنا على أساس إنه يكون عندنا السويفت بتاعنا الخاص بينا. بالمناسبة برضو يعني أترحم على شهدائنا في السودان، وندعو ربنا إنه يعني يعيد له أمنه وأمانه ورجع لوطننا، يعني وطننا الغالي، والناس كلها ترجع وتبنيه ويكون أحسن من أول إن شاء الله، إن شاء الله قريبا يا رب العالمين. فعملنا شبكة بتاعت سويفت خاصة بينا، يعني كل التحاويل والاعتمادات والمراسلات بتتم دايركت من عندنا هنا لكل البنوك البرة والموجودة هنا. شغالين في التمويل، ونحن مستهدفين نعمل يعني صيغ مختلفة غير المرابحة والمشاركة. بدينا ندخل في المقاولة والاستثمار، فبرضه الشغل بتاع الريتيل والتمويل الصغير إن شاء الله. دي مساعدة للإخوة المغتربين، الناس اللي عندها يعني مشاريع صغيرة وعايزة الناس تقف معاها، برضه نحن واقفين معاهم.
وللعلم انه بنك النيلين ما بس مختص يعني الجالية السودانية، عندنا عملاء كثيرين من جنسيات تانية، ويعني منوعين في التمويل ومنوعين في حاجاتنا يعني الحمد لله. الشيء المبشر ان شاء الله يعني وزن شهر 11 ده ذاته في نوفمبر ده لحد نهايته حينطلق المشروع بتاع الماستر كارد ان شاء الله، ودي واحدة من الانجازات او كانت الحاجة المفقودة في بنك النيلين، وان شاء الله نكون في مصاف البنوك الكبيرة. تاني من ضمن الحاجات المبشرة ان شاء الله ونحن ساعين لها اللي هي موضوع انه نفتح فرع او توكيل في امارة دبي وفي الامارات الشمالية وفي العين بالذات ان شاء الله لكبر الجالية الموجودة هناك، حتى نقدر نخدم يعني المجموعة الموجودة. ومن هنا نحن بندعوهم كلهم يجوا يفتحوا حسابات معانا، ويعني يا ريت انه التحاويل كلها تتم عبر البنك، وحيكون في يعني اسعار تشجيعية عشان الناس تقدر تجي يعني تحول عن طريق البنك، وتاني ننمي في بلدنا، ويعني يكون كل الحاجات ماشية بشانلز رسمية. يعني دي واحدة من الحاجات الناس ساعية ليها. برضو يعني نحن محاولين انه يعني نوسع اكتر في العملاء بتاعنا، وممكن نمشي للناس في محلهم. يعني في حاجة تانية الحسابات بتاعت التوفير، يعني واحدة من الحاجات زمان ما كان بيدوا أرباح لودائع التوفير، هسه ممكن يكون ده برودكت جديد، نحن ندي ودائع للودائع بتاعت التوفير نديها أرباح. برضو في ممكن ناس الاستثمار ممكن تاخد سلفية على أرباحك، يعني في الشهر شهرية ممكن تاخد سلفية على الأرباح. ففي مشاريع كتيرة إن شاء الله حترى النور، وإن شاء الله الناس حتيجي تقابل ناس الجالية وتعرض عليها مشاريع أو البرودكتس الموجودة عندنا. ومن هنا ومن المنطلق ده نحن بندعوكم على أساس إنه نحن كلنا نتكاتف مع بعض عشان نعمل حاجة لرفعة بلدنا ووطننا، وإن شاء الله كل خير. مرة تانية بشكركم على تواصلكم، وحقيقة إن إحنا متواصلين مع ناس العين من أول أظن ما نحن جينا في البلد دي، ويعني مشاريع وحاجات كلها الناس مشاركة فيها ومساهمة فيها. فربنا يجزيكم خير وشكرا جزيلا.